واش ليكيب صافا شويه. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بخير. اليوم كاين واحد حبيبنا برك حابين نبعثوا له واحد السلام خاطر يموت على الشمعه هذه. نقدر نقولوا له بلي الشمعه راهي تسلم عليك وحنا تاني. وقبل ما نبداو الفيديو انا حاب نقول كلمه خاوتي، ما لازمش ننساو خاوتنا اللي راهم يعانيو في كل بلاصه في الموند، خاصه في فلسطين. الناس ماهيش لاقيه واش تاكل، وراني نحس باللي بدينا ننساو في القضيه هذه. اضر اللي قادر يعاون القضيه هذه بكلمه ولا بدراهم ولا حتى بالدعاء ما يبخلش على خاوتنا مساكن، وربي ان شاء الله ينصرهم وينصر القضيه تاعهم اللي هي قضيتنا تانيت. الفيديو تاع اليوم راح نغوصوا مره واحده اخرى في اعماق البحر، وين يتلاقى الظلام مع الغموض، وين الاساطير القديمه تحكم والمخلوقات الغريبه تسكن. موضوعنا اليوم ماشي مجرد قصه ولا مجرد خرافه، هو لغز كان دايما يلعب في افكار الانسان ويسيطر على الخيال تاعو. حورية البحر. منين جات الحكايه تاع هاد المخلوقات اللي نص انسان ونص حوته؟ واش السر اللي خلاها تثير فضول الانسان من حضاره لحضاره؟ واسكو تانيت كاين كوتي من الحقيقه في هاد الاساطير؟ ريحوا معنا حتى الله. حكايه تاع اليوم اعمق من واش تيماجينيو. حكاية حورية البحر ما هي جديدة، هي قديمة بزاف وتولي الأزمنة بعيدة، وكانت البداية تاعها في حضارة بلاد الرافدين اللي هي العراق اليوم، وبالخصوص في حضارة السومريين القديمة، واللي كانوا يعبدوا واحد الإله عندهم واسمه إنكي، واللي بان في واحد لي ستاتيو واحد لي سكولتور على شكل كائن نصو بشر ونصو حوتة. وبعدها في الأساطير البابلية وين بانت الإلهة عشتار اللي حسب معتقداتهم كان عندها علاقة بالحياة والخصوبة، واللي كانت هي ثاني تبان على شكل حوتة في بعض التصاور وبعض المنحوتات. ومن هنا بدأت الأسطورة تكبر وتنتقل من حضارة لحضارة. موراها نروحوا للإغريق وين القصة خدت منحنى واحد آخر، وين عندهم نلقاو لي سيران، كائنات بيزار اللي كانوا مخلطين بين الطيور والعباد، اللي كان الصوت تاع الغناء تاعهم يهبل البحارة ويتبعوه حتى يصدموا في الكريك ولي روشي وتغرق السفينه تاعهم. من بين اشهر الحكايات في الاساطير الاغريقيه هي حكايه اوديسيوس اللي قدر يسلك من السيران بالحيله. الله واش دار؟ غلق ودنين تاع لي ماران تاوعو بلا سير، وزاد هو ربط روحه باش ما يتاثرش بالغناء تاع لي سيران. يمكن تقولوا لي تاني علاش هو ما دارش لا سير في ودنيه وتهنى؟ صح يمكن هو يكون دار هكذا باش يقدر يسمع الشون تاع لي سيران، بصح كي يكون مربوط ما يقدر يدير والو. بصح تقعد توجور هذه اساطير على كل حال. بصح المهم انه المعتقدات تاع الاغريق كانوا ما يعتبروش البحر غير بلاصه وخلاص، ما كانوا يعتقدوا باللي هي كانت امبورت لعوالم واحده اخرى معمره بالدونجي ولا بوتي مورتال. في روما القديمه الامور كانت ديفيرونت شويه. هنا نلقاو النيرييد اللي على حسب معتقداتهم هما بنات الاله نيريوس. هاد الحوريات كانوا يمثلوا الكوتي كالم وباسيفيك للبحر، وكانوا يعتبروهم لي بروتيكتريس تاع لي ماران، كرياتور شابين نص انسان ونص حوته يخرجوا للبحر باش يعاونوا الناس اللي يكونوا محتاجين مساعده. من جهه واحده اخرى نلقاو اسطوره فينوس، الالهه اللي على حسابهم زادت من الرغوه تاع البحر. ومن بعد ليماج تاع فينوس وهي تخرج من البحر وتقعد فوق الروشي ولا ترمز للجمال، بصح الجمال هذا كان دائما مرتبط بغموض البحر ولي سكري تاعو. دوكا ننتقلوا للنور شويه، وين الاساطير السلتيه تلتيك كما نقولوا حنايا تغوص في مياه اعمق واعمق. هنا عندهم مخلوقات يسموها السيلاكس، مخلوقات تقدر تتحول بين البشر والفقمه. خليكم تيماجينيو شغل مخلوقات تقدر تلبس جلد تاع فقمه وتدخل للبحر، ومن بعد كي تخرج تعاود تنحيه وتولي انسان كما كانت. الرجال في هاد القصص كانوا دايما يطيحوا في حب هاد المخلوقات، بصح في لافان كانت دايما ترجع للبحر مكانها الحقيقي وتخليهم. نجو دوكاتيك نحكيو على حورية البحر في الثقافة العربية، وين القصص القديمة كان فيها تلميحات تاع المخلوقات البحرية بصح بطريقة واحدة أخرى. في الأدب العربي خاصة في قصص ألف ليلة وليلة اللي هي أصلا نقدروا نديروا عليها حكاية كبيرة، هذه ألف ليلة وليلة اللي هي مزيج من بزاف ثقافات ماشي غير الثقافة العربية، نصيبوا فيها حكايات على بحارة وتجار عرب اللي سافروا في البحر وشافوا مخلوقات غريبة. وشنو هاد المخلوقات؟ زعما يكونوا شافوا خيرة في البحر، ولا ممكن شافوا الجنون تاع البحر اللي عليهم بزاف قصص في الفولكلور العربي. هنا القصص كانوا ميلونج بين الخيال والخوف من المجهول. البحر عند العرب كان عالم معمر بالمفاجآت ومعمر بالغموض.
من عند العرب نروحوا للهند وين الاساطير تاخذنا لقصه ماتسيا، الاله اللي تحول من مخلوق نصو انسان ونصو حوته باش يسلك العالم من الفيضان. هنودات وعبدوا كلش الله يسترنا. المهم لي زيستوار هذوما كانوا جزء من الميثولوجيا الهندوسيه القديمه، وين البحر كان يمثل عندهم قوه خارقه تقدر تدمر وتقدر تسلك. في الصين واليابان كانوا كاين كائنات واحده اخرى تشبه حوريه البحر كيما نلقاو النينغيو في الجابون، بصح هاد الكائنات ما كانتش شابه وكونترير كانت تخوف وتخلع، واذا كاش واحد مسكين غلط وصيدها في الشبكه تاعو راحت عليه كاع حياته، يولوا يصراو له غير العفايس اللي ماشي ملاح. في افريقيا الغربيه نلقاو حكايه مامي واطا اللي بعض الثقافات كانوا يشوفوها هي اللي تحميهم وتحمي البحاره في البحر، واحد اخرين كانوا يخافوا منها على خاطر المعتقدات تاعهم كانت تقول باللي هذا المخلوق تطيري الرجال ومن بعد تجبدهم معاه لاعماق البحر ويتبحروا يزيدوش يبانوا. في ليزيل باسيفيك كان عندهم اساطير على ارواح بحريه كيما الاوماكوا اللي هما تاني كانوا يعتقدوا بلي يبروتيجيوهم من لي دونجي تاع البحر. بعد ما مشينا في الحضارات وشفنا حكاية حورية البحر من كل الزوايا، نقدروا نفهموا باللي البحر كان دايما مصدر تاع الخوف والفضول والاسرار الغامضه، من السومريين لليونانيين، من العرب للهند والصين، كل حضاره كانت عندها لا فيرسيون الخاصه بها تاع الحكايه. بصح السؤال اللي يبقى دايما بلا اجابه، اسكو هاد المخلوقات كاينين تاع الصح ولا جوست خيال تاع الانسان، خيال اللي دايما يحوس على تفسير تاع الحاجه اللي ما يقدرش يفهمها. ما نعرفوش، بصح حاجه واحده سور، البحر ماهوش راح يكشف اسراره فاسيلمون ويبقى مخبي في اعماقه حكايات منسيه تنا اللي ديكوفريها ولا ممكن اللي يغرق معاها. اذا عجبتكم ليستوار تاع اليوم تقدروا تقولوا لنا في لي كومونتير وشنو هي الحضاره اللي شدت الانتباه تاعكم اكثر، واش رايكم تاني حوريه البحر حقيقه ولا خيال؟ هي كما نعرفوا ربي كيخلق المخلوقات، كاين اللي عرفنا عليهم وكاين اللي ما عرفناش. الور حنايا كمعتقد اسلامي ما راناش نقولوا بلاد المخلوقات كاينين واخر باسكو ما تلاقيناش بهم وباسكو ما عندناش تلميحات يعني في الدين تاعنا عليهم، بصح هذا الشيء ما يمنعش انه ربنا يقدر يكون خالق بزاف عفايس اللي احنا ما نعرفوهمش وما يجوناش من بعض الخيال تاعنا. سبحان الله وتلقاو الخير.